السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنقول قصة جميلة هتعجبكم قوي. يلا نسمعها سوا. يلا بينا. القصة يا حبايب قلبي. خرج سيدنا موسى عليه السلام يوما لمناجاة ربه. سيدنا موسى خرج يناجي ربه سبحانه وتعالى، ثم سأل ربه قائلا: يا رب، كيف يأخذ الضعيف حقه من القوي؟ سيدنا موسى لما طلع يكلم ربه بيقول له: يا رب، كيف ياخد الضعيف حقه من القوي؟ قال له ربه سبحانه وتعالى: اذهب بعد العصر إلى مكان كذا وكذا. ربنا قال له: انت عايز تعرف؟ اذهب إلى مكان كذا وكذا، وانت هتعرف ان ازاي الضعيف ياخد حقه من القوي، ولنريك آياتنا ونعلمك يا موسى. فعلا يا حبايب قلبي، سيدنا موسى ذهب إلى المكان الذي قال عليه ربه، عند بئر ماء وسط جبل. جلس موسى ينتظر مناجاة ربه ويشوف الضعيف بياخد ازاي حقه من القوي. فإذا بفارس يأتي راكب حصانه، فارس شاب صغير راكب حصانه، وراح قاعد على جنب كده ونزل الدلو عشان يشرب، وخلع الحزام من على وسطه، لابس حزام على وسطه، خلعه حطه جنبه ونزل الدلو وشرب الميه وركب الحصان ومشي. وبعد ما اغتسل ومشي ونسي مين يا جماعه؟ نسي الحزام بتاعه. ركزوا معايا. فلما نسى الحزام بتاعه مشي خلاص. بعد منه بشويه سيدنا موسى منتظر يشوف كيف ياخد الضعيف حقه من القوي. جاء غلام صغير راكب حمار، برضو نزل قدام البير واغتسل وشرب ميه، ثم التفت يمينا وصرب إذا لقى الحزام محطوط جنبه، فأخذ الحزام ومشي. هنا الفارس اللي نسي الحزام، والولد الصغير الغلام اللي جه خد الحزام ومشي. وبرضه سيدنا موسى بيبص عليهم، وشوية وجه يا حبايب قلبي ايه؟ شيخ كبير في السن. شيخ كبير في السن برضه شرب واغتسل وقعد على جنب الماء كده. فالولد اللي اخذ الحزام فتحه لقاه مليان جواهر وياقوت ومرجان، مليان اول ولا اخر. فلما الشيخ الكبير بعد الولد الصغير ما جه وخد الحزام قعد، فجه الفارس يدور على الحزام، لقى مين قاعد؟ الراجل الكبير. فقال له: كان هنا في حزام انا نسيته، انت خدته؟ قال له: لا انا ما خدتش. قال له: لا انت خدته. واخرج من جيبه سيف وقطع رقبه مين؟ الراجل الكبير. كان سيدنا موسى عليه السلام ينظر إلى كل اللي بيحصل حواليه ويتأمل ويفكر. قال: يا رب، إن هذا الفارس ظالم. سيدنا موسى بقى قال له: يا رب، إن هذا الفارس ظالم، لأن الشيخ العجوز لم يأخذ الحزام، فكيف يقتله؟ فقال له ربه: يا موسى، الشيخ العجوز كان قد قتل أبي الرجل فارس من زمان. ركزوا معايا، الراجل العجوز قتل ابو الفارس ده من زمان، فسبحان الله انا سخرته النهارده عشان يقتله. العين بالعين والسن بالسن والبدي اظلم. قال له: والغلام يا ربي سبحانه وتعالى؟ قال له: ابو الفارس كان اخذ من ابو الغلام مالا بالعافيه والقوه، فاردت ان ياخذ الحزام الغلام ليأخذ حق ابيه. فقال موسى: يا رب سبحانك يا رب، إياكم والظلم يا جماعة، والله الظلم ظلمات يوم القيامة. الحق ولا تضيع عند المظالم، الحق نفسك يا ابن آدم من المظالم. لو سألوني ماذا تعلمت من العمر، لو سألوني أنا الحاجة هنية مثلا ماذا تعلمت من العمر، أو أي إنسان سألوه ماذا تعلمت من العمر، تعلمت ان الدنيا سلف ودين. سبحان الله. تعلمت ان الدنيا سلف ودين. تعلمت ان المظلوم لابد له من انتصار ولو بعد حين. تعلمت ان المظلوم لابد له من الانتصار ولو بعد حين. تعلمت ان الحياة يمكن ان تنتهي باي لحظة ونحن على غفلة. فعلا تنتهي في اي لحظة واحنا فين؟ واحنا في غفلة.
تعلمت ان الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق. تعلمت ان الكلمة الحلوة والوجه البشوش والكرم رأس مال الأخلاق. ركزوا معايا يا جماعة الكلام الجميل ده. تعلمت ان أغنى الإنسان في العالم هو الذي يملك الصحة والأمان. تعلمت ان ايه؟ أغنى إنسان في العالم هو الذي يمتلك الصحة والأمان. تعلمت ان من يزرع الثوم لا يجني الريحان. ركزوا معايا ان اللي يزرع توم مش ممكن يجني ريحان، لا هيزرع توم هيجني توم. تعلمت ان العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي. ركزوا معايا يا حبايب قلبي ان العمر ينتهي والمشاغل لا تنتهي. تعلمت ان من يريد من الناس ان يسمعوا عن منه عليه ان يسمع منهم. اللي عايز ان الناس يسمعوا منه لازم هو الاول يسمع منهم، صح ولا لا؟ تعلمت ان السفر مع الناس هو ادق مجهر يكشف لك عن معادنهم. السفر مع الناس والاختلاط بهم يكشف لك عن معادن الناس. تعلمت ان الذي معدنه ذهب يبقى ذهبا على طول، والذي معدنه حديد يتغير ويصدي. لا اله الا الله. وتعلمت ان كل الذين دفنوا في المقابر كانوا مشغولين وعندهم مواعيد وفي دنياهم امور كثيرة لم يحققوها. سبحانك يا رب. اللهم احسن لنا الخواتيم وزد اعمارنا في الصلاح واغفر لموتانا وارحمهم رحمة من عندك يا رب العالمين. نرتب السرير ونبرد الغرفة لتنعم بالموتى الصغرى. احنا بنروق السرير نرتبه ونبرد الغرفة بالتكييف لننعم بايه؟ بالموت الصغرى. لكن هل رتبت اعمالنا وبردنا قبورنا بالطاعة؟ طبعا لا. يقول احد الصالحين عجبي على الناس يحذرون من بعض الطعام مخافة المرض. يعني ما بياكلوش الطعام خايفين لا يمرضوا، ولا يحذرون من الذنوب مخافة النار. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين، واجمعنا بالرسل والأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة والسلام. ويا حبايب قلبي القصة دي عجبتني فأنا حبيت أقولها لكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الشير وتفعيل الجرس واشتراك في القناة ويوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش اللايكات الحاجة هنية. والسلام عليكم، وانتظروا القادم أجمل وأحلى إن شاء الله في حفظ الله ورعايته.